ما انا بتكلم ان ايوه مفهوم بس في زمان. مصر الوضع مختلف. ما هو انا عشان كده بقول لك ايام المهندس عادل القيعي كان هو ده المفهوم الصح، اوكي. ان هو كان بيحصل كده. بس انت عندك الدنيا بتتطور. بس هل انت مختلف ولا ما انت متفق خليني اقول لك. ان عادل القيعي هو انجح مدير تعاقدات في تاريخ الاهلي؟ مليون في المية. مليون في المية. بس خليني اقول لك بقى هنا بقى حته مم. اتمنى ان اوصلها صح. مهندس عادل القيعي هو مش انجح، هو الايكون بتاعت الحته دي. تمام. يعني دايما لما تيجي في اي مكان تقول مين، فهو المهندس عادل. اوكي. اي حد دخل هيدخل هيخرج هيعمل مهندس عادل. ليه بقى؟ الاستمراريه، الصفقات الناجحه، كل حاجه. تمام. في الحديث بقى، في العالم الحديث دلوقتي، انا بعمل ايه؟ مش كمحمد فضل. الناس بتعمل ايه؟ اوروبا بتيجي حضرتك تقول لك ميزانيه النادي كام، انا الناشئين هطلعهم ايه، هجيب كام صفقه، الصفقه دي هتكسب ايه، سواء كاستثمار او كحتى ناحيه فنيه. ما ينفعش اجيب 10 صفقات ينجح واحد او ينجح اتنين فتقول لي تبقى انت انجح واحد. لا، العشرة لازم ينجحوا، او على الاقل نسبه كبيره جدا تبقى فيها نجاح سواء استثماري او نجاح فني. فدلوقتي العالم اختلف، انت دلوقتي بقى عندك احصائيات، بقى عالم تطوير، بتعرف الولد او اللعيب اصاباته قد ايه، سلوكه عامل ازاي، القيمه التسويقيه بتاعته قد ايه، اعلاناته هيجيب لك بطولات قد ايه، هيدخل نادي ايه، تاثيره، الفان بيز اللي يقدر يجيبه لك جمهور. يعني مثال كريستيانو رونالدو لما راح، السوشيال ميديا وميسي عملت ايه، المبيعات بتاعت تيشيرتات المرشندايزنج عمل ايه، الكلام ده كله بالعلم. فزمان ما كانش فيه الكلام ده، دلوقتي بقى فيه الكلام ده، فدورنا ان احنا نعمل ايه؟ نبتدي نتطور مع هذا التطور. اوكي. فده اللي بيحصل. مم. ده ما فيهاش اي تعارض مع المهندس سعد. المهندس سعد طبعا كان بيعمل مجهود رهيب وعنده قدره على الاقناع، يعني مدرسه كبيره يعني. بس هو ده التطوير بقى. فاحنا، وكان في حاجه للتطوير ان احنا رحنا عملنا معايشه في ريال مدريد، سافرنا واحنا في النادي الاهلي، يمكن المهندس خالد مرتجي وانا وحسام وامير توفيق، واتكلمنا كله مع كل اللجان، التسويق والتعاقدات و وكانت الناس يعني شايفانا حاجه كبيره قوي ان احنا كنا لعيبه كوره.